النهارده احنا جينا في كاش باك عشان نشوف ايه كل الموديلات اللي موجوده عندهم في السوق اليومين اللي احنا فيهم دول. يعني عند حضرتك زونز كتير، عندك كيوي كتير. طبعا انتوا عارفين ان كيوي في الاونه الاخيره عملت ضجه قويه جدا في السوق المصري كقطع غيار، وان هو بينزل لك حاجات فيها اقتصاديه كقيمه مقابل سعر موجوده عن طريق شركه كيوي. لو هنبص بقى لشركه زونتس النهارده عايزه جيبك يكون مليان فلوس، بس في نفس الوقت بتديك اداء وخدمه وكواليتي عاليه قوي وتكنولوجيا عاليه قوي. فلو انت عايز ده موجود، لو انت عايز ده موجود. هاخدكم لفه سريعه في المعرض وانتوا اللي هتقرروا في الفيديوهات اني سكوتر او موتوسيكل اللي هتطلبوا مني ان انا اعمل لكم عنه ريفيو. طب احنا موجودين فين؟ موجودين في معرض كاش باك موتو. اهم حاجه بس ما تنساش تعمل لايك الرايق والكومنت الجميل والسبسكرايب. يلا نشوف ايه قصه كاش باك موتو. واحنا هنا موجودين في القاهره في مدينه نصر الحي الثامن. يلا بينا. اول ما بتخش المعرض دي الواجهه الاساسيه، عندك الزونتس اي 350 وعندك الاكس اف اللي هو 300 اللي من شركه دايون اللي هو الادفنتشر، بيجي بثلاث بوكسات كبار قوي. واعتقد ان السكوتر ده نجح، كان هو ما فيش منافس قوي ليه في القيمه السعريه دي. بنتكلم في 110، انا مش فاكر بالظبط السعر، بس بنتكلم في افريج كسر ال 100 بحاجات بسيطه. واعطيك 3 توب بوكس. توب بوكس الواحد النهارده عشان تجيبه بنتكلم من 5 ل6 ل4، يعني ده لوحده فلوس. الناحيه الثانيه لو جينا بصينا هتلاقي الزونتس الاي 350 الاي حاجه هيوج قوي وكبيره قوي. لو انت من محبين السفر او محبين الاريحيه قوي والتبريد يبقى قدامك غني كده وها، هو ده اللي انتوا فاهمين بقى. نزل بقى فيرجن جديد كمان اللي هو ال 368 الاي، مش اللي هو 350. ده نزل اللي هو مقارن بتاع الجي، تحس ان ده كلاسيك شويه. الناحيه الثانيه ادفنتشر، برضو سكوتر كويس قوي قوي. وسعره بنتكلم افريج 180,000 جنيه قبل انه يزيد او يقل. انا بحاول ان انا اقول لكم الاسعار بالويم كده تقريبيه عشان انتوا عارفين التفاوتات، انتوا فاهمين، مش محتاج اتكلم. طيب عندك هنا نزلوا عرض حلو قوي في كاش باك ان انت ب 50,000 جنيه ينفع تستلم بقى سواء الاي 350 او الاي 368 او الجي 368. كل حاجات زونتس ينفع تستلم بس 50,000 جنيه. طب بس كده؟ لا، تعالوا نخش بقى المعرض ونشوف حته حته كده وجزء جزء ايه الموديلات اللي موجوده. انا هحسسك النهارده ان انت موجود في المعرض بنفسك. وزي ما اتفقنا مش مهم رأي الناس في انت راكب ايه، المهم يا فندم ان انت تشوف الحاجة اللي تليق ليك وتبقى على قد استخدامك انت، سواء سكوتر او موتوسيكل. انا بالنسبة لي ما بحبش السكوترات، بس لو هنيجي نتكلم عمليا السكوتر مريح جدا، بنزين وفرامل وبس كده، ولا غيارات ولا وجع دماغ. هتيجي تكلمني كسيرفيس، انا بالنسبة لي السيرفيس في الموتوسيكل اسهل لي من السكوتر. بس السكوتر عامل شبه العربيه الاوتوماتيك كده، عارفين انتوا الكلام ده. لو جيت بصيت على يمينك هتلاقي ان هو منزلك الزونتس الام اللي هو شبيه الام 310، نزله لك في الفئه الاقتصاديه اللي هو الام 150. على فكره السكوتر اللي قدامنا ده تبريد ميه. ولو جينا بصينا الناحيه الثانيه نفس القصه، الاي 368 بس اللون تاني غير اللون الاولاني اللي انا وريته لكم في الشوط اللي فات. الفيستا عمل نجاح كبير جدا في السوق المصري، ويعني اكتر نسبه مبيعات للكيوي اعتقد الفتره اللي فاتت، لان احنا بنتكلم الفيستا كقيمه مقابل سعر محترمه جدا. طبعا العملاق الجي 368 في كل الاوبشنات اللي ممكن تتخيلها موجوده في السكوتر اللي قدامك ده. وعلى فكره السكوتر ده مش رخيص، انت بتتكلم في افريج 240,000 جنيه يعني. بس سكوتر انت بتتكلم بقى ادفنتشر وجنود سلك وحاجات كده وفوجات وفي دلع وفي موبايل كونكشن، موضوع كبير كبير كبير. كمل يلا بينا. اما بقى السكوتر اللي قبل الفيستا اللي حقق نجاح جامد قوي، لان هو تحس ان هو ادفنتشر على ميني كده صغير 150 سي سي، ها ينفع اتحرك بيه واخرج بيه واشتغل بيه والكلام الحلو اللي انتوا عارفينه ده. وكقيمه سعريه حلوه نتكلم في حوالي 49,000 جنيه وقت التصوير زي ما حضراتكم شايفين. في حاجات كتير، في ناس بتحط شنط هنا ومعمول انجن جارد في الكامل وعادته حلوه ولذيذه. سكوتر من الاخر هو لطيف. ولو انت عايز تستارت في عالم الموتوسيكلات ينفع ان انت تستارت بالبيت اللي قدامنا اللي هو برده من شركه كيوي. شركه كيوي بقت مكتسحه جامد قوي وبتنزل لك من اقل حاجه لاعلى حاجه. وطبعا الاكس رود قبل ما نقفل السكرينه بتاعته هو موجود برده في معرض كاش باك، بنتكلم في افريج 50,000 جنيه. واللون الاحمر بصراحه بيبهرني قوي في الاكس رود. واكس رود على توقعاتي انا هي جت من ايه؟ جت من شكل الاضاءه اللي هم عاملينها دي. وممكن يمكن انا برتجل او بفتي، مش مشكله ارمي وراه. هنيجي بقى للتي اكس 250 سي سي، عامل النهارده في افريج 104,000 جنيه. اعتقد دي حاجه كويسه، سكوتر كبير من صغير. وطبعا لو بصينا عندك الفي ال ار السي بي اف مش بنيلي اللي هو فيجوري، عندك اللون الاحمر واللون الازرق. وعندك بقى السي لايت في منه نسختين، نسخه ديجيتال ونسخه انالوج. وعندك حضرتك طبعا البوكسرات. وعندك الهوجن ال 250 اللي هو التي اكس. عندك الزد برضو موجوده هنا.
اي موديل من اللي انا بصورهم دول انت عايز ريفيو كامل مكمل عنه، حط لي تحت في التعليقات، واكيد ان شاء الله بعون الله باذن الله هعمله لك، واتمنى ان انا اكون اديته ووفيته. وما تنساش بس تعمل اللايك الرايق والكومنت الجميل والسبسكرايب، عشان والله انا بتعب. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، تصبحوا على خير، سلام.